بنتي حرام عليك يا حكم، دي رابع غلطه للحكم ده. الحكم ده تلاقيه موالس معاهم وقابض. كنتش انت يا خالي اشتغلت حكم بالزور واكلتنا الشهد كده؟ يا انا اعرف حكم راكب عربيه 28 ومجنطها. جنطها؟ ده تلاقيه حكم دولي بقى. وبعدين صفارة عبد الحميد يا ابني انزه صفارة في الملاعب. طب ده انا اخويا قاطعني 10 سنين عشان ما رضيتش احسب له فاول. انا برضه اخويا مره قاطعني 12 سنه بس عشان ما رضيتش اديله نمره سوسن. انا عمري ما كان ليا اخوات، ولو كان ليا اخوات كنت انا اللي اقطعهم. يا راجل حرام عليك بقى، حرام عليك. ما تشقينا بطيخه تانيه يا عايده. وتمنا جبنه بيضه لو في طريقك يا تيزه. تيزه في عينك منك له. وبعدين هو انا الشغاله بتاعتكم يالا؟ يا ربي انا سامع صوت اعلى من صوتي في البيت ده، وده شيء نادر ان يحدث في هذا البيت. بيت؟ انت بتسمي ده بيت؟ ده مزبله، عملتهولي مزبله. لمم لي السناكيح بتوعك، فرحان لي بالزمره عمال بيب بيب كل شويه. غلطك في الزمره يا اخا. زمرة ايه يا واد انت؟ وانا ببيع غزل بنات اسمها صفارة عبد الحميد. عايده لما تتكلمي عن صفارة عبد الحميد اتكلمي عنها بأدب واحترام أكتر من كده. صفارة عبد الحميد يا هانم عبارة عن أوبرا رياضية بتتحرك في الملاعب. والله؟ طب لو سمعتك بتزمر بيها تاني لكون مدشدشها لك. لا 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 لا، بعزمك يا صاحبي لو ليا الكلمه يعني. ماما عايده تجاوزت كل خطوط الحمواء. اسمع يا خال، حقنا وحق زمرتك في رقبتك اليوم الدين. ايوه انا سامع الزماره وهي بتصفر حزيني. يا راجل امال بودني دي سمعتها برميل العسل. عايده حس كده جري على المطبخ اعملي 5 شاي وهاتيهم بسرعه. صاحبي احنا اسرع وباع بس. الكوبايه ال5 تقعد على دكه الاحتياطي، محدش عارف مين اللي ممكن يجي بعد كده. يلا يا عايده قبل رونالدو ما يشوط البلنتي. حاضر يا عبد الحميد حاضر، هعمل لك الشاي. هعمل لكم الشاي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو التلفزيون ضلم كده ليه؟ رونالدو راح فين؟ باين عايده ذبحته. رونالدو راح فين يا رجاله؟ رونالدو راح فين يا رجاله؟ رونالدو اتخطف من وسطينا يا رجاله. ايه ده؟ هو مات؟ لا مضى للزمالك. بقت تقطعي سلك التلفزيون في ماتش ايطاليا يا عايده؟ طب كنت اقطعيه في ماتش الجزائر وانجلترا. اقصر الشر يا عبد الحميد وبلاش افتراء. وانا لما اطالب بحقوقي كزوج وكمشجع مصري ابسط حقوقه ان يلاقي خدمه متميزه اثناء الماتش ابقى مفتري؟ يا بابا ما هو مش معقول حضرتك كل يوم انت واللي معاك تقعدوا قدام التلفزيون بال5 ساعات واحنا نخدم عليكم. يا بنتي افهمي، في الاحداث الوطنيه اللي زي دي انتم عباره عن الجبهه الداخليه، انتم بتبقوا ظهرنا. بلا خيبه، امال لو كانت مصر هي اللي بتلعب كنت عملت ايه؟ يا شاطره، يا شاطره. سؤال وجيه. لو كانت مصر هي اللي بتلعب يا ست هانم كانت زمالك انت وبناتك مكفيين امام الفرن في الفيوم بتعملوا فطير مشلتت وقرص للجماهير العريضه. طب الحمد لله بقى ان مصر خرجت بدري. اخرسي وانتي قومي اعملي لنا دور شاي وكيكه بالشوكولاته اللي يحبها طارق. قومي. طارق بقى بطرمان العسل الاسود ده بقى حبيبك دلوقتي؟ طبعا اي بطرمان عسل حتى لو كان اسود يشجع البرازيل يبقى حبيبي، واديله بنتي كمان. قومي. مش قايمه، واللي عايز يشرب بقى يحط بوزه في اي حنفيه ويشرب. ليه؟ احنا في حوش المدرسه في الفسحه؟ قد الكلام ده يا بوزو؟ ايوه قده ونص وتلات ارباع. ماشي يا ام حنفيه بوزو. حس كده بقى، انسي تماما ان البيت ده ليه راجل هيوكلكم ويشربكم. خلاص يا بابا خلاص، انا هسيب الشغل وهخدم عليك وهعمل لك كيكه وبسبوسه كمان لو عايز. بس يا بت مفيش واحده فيكم هتخش المطبخ من اللحظات دي. ومن نفس هذه اللحظه يا عايده، لكن على ساعتي انا شخصيا انسي ان البيت ده له راجل. شوفي مين بقى اللي هيصرف عليكي انت وبناتك. الستات ما بتغلبش يا عبد الحميد.
الرجاله هم اللي ما بيغلبوش يا عايده، وهتشوفي. وفي القريب العاجل وفي ليله اقل نورا وبهاء من هذه الليله سوف تاتين الي زاحفه متوسله يا عايده يا كبيره الساحرات.